لما عملتها بجد ما كنتش مصدقة ان هي ممكن تطلع بالجمال ده. اكلة حلوة جدا، سهلة كده ولذيذة وخفيفة، وطعمها كمان كان خطير. وبصوا كمان الكمية ما شاء الله، عملت معانا كمية حلوة جدا. تعالوا بينا بقى النهاردة مع بعض علشان نعمل اللحمة بعجين او صفيحة اللحمة. بجد يا جماعة خطيرة. شايفين الجمال اللي قدامنا؟ عملت كمان منها بالجبنة الموتزاريلا. شايفين بقى مطة الجبنة؟ حلوة جدا. هنعمل العيش كمان مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والعجينة هتطلع زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الجمال، العيش طري معايا وبيتني معايا اهو في منتهى السهولة، واللحمة مستوية وطرية وحلوة جدا. تعالوا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المقادير ونشوف احنا عملنا الأكلة الجميلة دي ازاي. تعالوا بينا الأول هنبدأ بالعجينة. هحتاج لكوباية من اللبن الدافي، معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة كمان من اللبن البودر. واللبن البودر اختياري، لو مش موجود خلاص ما تحطوهوش. هقلبهم الأول كده مع بعض على درجة هادية، وهضيف عليهم ربع كوباية من الزيت، وهضيف كمان 5 كوبايات من الدقيق. طبعا الدقيق ده أنا نخلاه كويس جدا قبل ما اشتغل فيه. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، وهقلب بقى المكونات كلها مع بعضها كده بالشكل ده على درجة هادية. وهبدأ بقى أنزل بالمية الدافية بالتدريج. هضيف الأول كده نص كوباية من المية الدافية، وهشغل العجان وهشوف بقى الدقيق هيحتاج مية تاني ولا لأ. هنا الدقيق كان محتاج مية، ضفت له كمان نص كوباية من المية الدافية. وشغلت بقى العجان على درجة عالية حوالي 7 دقايق، عشان اخد عجينة طرية ولينة بتلزق في ايدي كده تلزيقة بسيطة. زي ما احنا شايفين العجينة طرية جدا. دهنت بقى البولة زيت ورجعت فيها العجينة، وهنسيبها بقى في مكان دافي علشان تخمر كده وحجمها يتضاعف. تعالوا بينا بقى نشوف بقية الأكلة بتاعتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. عندي الخضار بقى اللي انا مجهزاه ومقطعاه. عندنا بقدونس وفلفل احمر وفلفل اخضر وبصل وطماطم. حطوا بقى الكميات اللي انتوا عايزينها. ضربتهم في الكبه وصفيتهم من الميه كويس جدا، وضفتهم على نص كيلو من اللحمه المفرومه، وضفت عليهم معلقه كبيره من صلصه الطماطم، معلقه كبيره من هريسه الشطه، معلقتين كبار من الزيت، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، نص معلقه كبيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه. قلبت المكونات كلها مع بعضها كويس جدا، وهسيبها بقى ترتاح حوالي 10 دقايق على جنب على بال ما نشوف العجينة بتاعتنا عملت ايه. خلاص العجينة بتاعتنا اهي خمرت وبقت جميلة ما شاء الله. هخرج بقى منها الهواء، وهرش كده قدامي رشة من الدقيق، وهبدأ افرد كده عليها العجينة بالشكل ده. هخرج منها الهواء كده واعملها زي رول، وهبدأ بقى اقطعها كده قطع كلها متساوية قد بعضها. لحد هنا الموضوع سهل جدا وبسيط وما خدش مننا وقت، والاكله هتطلع في منتهى الجمال وهتعجبكم في الاخر. خلاص قطعت بقى العجينه بتاعتي قطع كده كلها متساويه، او كور كده كلها متساويه. هعملها بقى كلها كور كده قد بعضها، وهجيب صينيه ارش عليها رشه من الدقيق وارص عليها العجين بتاعي، وهبدا كده اغطيها علشان وشها ما ينشفش. هسيبهم يرتاحوا حوالي 10 دقايق، وهاخد بقى اول كوره هبدا كده افردها بالشكل اللي احنا شايفينه. هفردها بقى حوالي كده سمكها هيكون نص سنتي بالشكل ده. طبعا هتتفرد معايا بسهولة عشان احنا سيبناها ترتاح. خلاص فردت قطعة العجين اهي. هجيب بقى طبق وهحط عليه كده قطعة العجين علشان تبقى سهلة معايا وانا بنزلها في الطاسة. هنجيب بقى اللحمة بتاعتنا وهنحط كده كمية من اللحمة، وهبدأ افردها بايدي كويس جدا كده فوق العجين. هنجيب كده على الحروف وهنفرد كويس جدا، واحنا مش هنحتاج نحط طبقة كده كبيرة من اللحمة علشان تستوي معانا كويس. خلاص فردت اللحمه كده على قطعه العجين بالشكل ده، وهنركنها بقى دلوقتي على جنب. وتعالوا نعمل واحده كمان. هجيب قطعه العجين وهفردها كده قدامي، وطبعا هتتفرد معايا بكل سهوله، لان كل ما العجين ارتاح كل ما اتفرد معانا بسهوله. فردتها اهي وخدتها برضو على طبق، وحطيت عليها كده اللحمه، وهبدأ برضو افردها زي ما احنا شايفين مع بعض. فردناها كده من على الحروف كويس. وهنا بقى انا كنت حاطه طاسه على النار بتسخن كويس جدا. لازم الطاسه تكون سخنه كويس جدا قبل ما ننزل فيها العيش بتاعنا. طبعا هنا النار هاديه جدا اقل من المتوسطه. نزلت كده بالرغيف بتاع اللحمه، وسبته كده على النار حوالي 4 دقايق على نار هاديه. وطبعا كنت مغطياه عشان السوائل اللي في الخضار والبخار يسوولي اللحمه. خلاص شلنا اول رغيف بعد ما استوى وحطيناه على مناديل مطبخ، وغطيناه كمان بمناديل مطبخ علشان يطرى معانا. عملنا الرغيف التاني بنفس الطريقة، وغطيتهم برضو بورق زبدة او بفوطة او بمناديل مطبخ بالشكل ده. هنعمل بقى الرغيف ده بالجبنة الموتزاريلا كده. حطيته في الطاسة وحطيت عليه الجبنة الموتزاريلا، وهبدأ كده اتنيه
وهنغطي بقى عليه علشان يستوي بنفس الطريقة اللي سوينا بيها العيش الأولاني. هنعمل بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة، وهعمل جزء بالجبنة الموتزاريلا، وهيطلع قدامنا بقى العيش بالجمال ده. أهم حاجة تغطوه لما يطلع من الطاسة عشان يطرى معاكم ويبقى جميل. بصوا بقى الجمال، شايفين يا جماعة الأكلة بتاعتنا حلوة ازاي؟ بجد فظيعة، طعمها حلو جدا ولذيذة وخفيفة كده في الأكل، ومش قادرة أقول لكم كانت سهلة معايا قد إيه. بصوا كمان الكمية ما شاء الله، من نص كيلو من اللحمة المفرومة عملنا كمية قد إيه حلوة جدا. وده كمان اللي عملناه بالجبنة الموتزاريلا، شايفين بقى طري ازاي، وشايفين كمان مطة الجبنة. أكلة سهلة ولذيذة وخفيفة، وإن شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. يلا جربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم.